السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم نهار جديد وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله نقدم لكم كغاتان البطاطا في مول العجيب اللي كيجي رائع شكلا ومذاقا، بواحد الحشوة اللي رائعة، كتجي فنة بنينة. جربوها وردوا عليا. كنتمنى اللي يدخل القناة تاعي خلي لي تعليق زوينه ودير لايك فضلا منكم. دوزو نشوفوا المكونات. هنا البنات عندي البطاطا تقريبا هنا كيلو ونص، خديته قطعته مربعات رقاق، غسلتها مزيان، خليتها تسقطر وعاود نشفتها في واحد السربيته. هنا غادي ناخذ اللي غيكفيني اللي غنقليه. انا خديت اللي غنقليه، درت ليه معلقه صغيره تاع النشا. هنا غادي نبقى نخلط بحال هكا كما كتشوفوا مزيان حتى تيبسنا ديك النشا في ديك البطاطا. هنا في هذه الاثناء انا دايره الزيت كيسخن. غادي ندير ديك البطاطا تقلى. صدقوني يا البنات، هاد البطاطا ملي كتلبسوها بالنشا راه ما كتشربش لكم الزيت وكتجي مكرمله وكتجي رائعه البنات. هنا غادي نخليوها حتى تقلى لينا. من بعد ما تقلات شتي كيفاش كتجي، راه كتجي رائعه. انا غادي نبقى حتى غنكمل كاع البطاطا. مبغيتش نطول عليكم الفيديو. الاهم هي الطريقه كيفاش. من بعد ما حيد ديك البطاطا غادي ندير واحد المقيله، غندير فيها شويه الزيت وغندير واحد 3 البصلات يتشحروا. غادي تنزل ليا شويه ديك البصله. غندوز نقطع واحد صدير تاع الدجاج صغير، حتى هو مربعات صغار. كما قلت لكم البنات، اللي دخلت القناه ما تنساش تضغط على زر الجرس باش يوصلها كل جديد. داك الزر اللي كاين لتحت راه كيبان لكم تحت الفيديو احمر صغيور. الله يجازيكم بخير. هنا من بعد ما قطعت الدجاج غنزيدو على ديك البصله. هنا البنات النار ما تكونش نازله، تكون دائما طالعه باش ديك البصله وداك الدجاج ما يطلقش لينا الماء. والدجاج لا طلق الماء راه كيجي ناشف، ملي كتبداو تاكلوا فيه كتجي الدجاج كيجي ناشف، كيبقاش فيه داك الماء ديالو. هنا بعد ما دينا وجبنا شحرنا شويه غادي نزيد التوابل. عندنا سكنجبير، خرقوم البلدي، ابزار، توم بودره، البصله بودره. هنا تقريبا كل شيء نصف معلقه. التوابل تاع الدجاج، التحميره او البابريكا. وغادي نزيد شويه تاع الملح على حسب الذوق تاعكم. غنبداو نجيبو شويه داك البصله مع داك الدجاج مع التوابل تتنسم لينا داك الدجاج مع البصله. انا خديت واحد جوج تاع المطيشات، نقيتهم وقطعتهم حيدتهم الزريعه وقطعتهم مربعات. غادي نزيد واحد معلقه ونصف تاع المطرد.
البنات بحال هاد الحشوات تزيدوا لهم الموطارد كيعطيهم واحد المذاق رائع البنات. هنا انا كنبقى دائما نقول البنات راه حيت كاين كما قلت لكم ما كاين حتى الرجال اللي كيتفرجوا كيطبقوا. لا غادي نزيد تقريبا واحد المعلقه ولا معلقه ونص تاع بين القزبر ومعدنوس مقطع. صافي غادي نطفي عليه وغادي ندوز نحضر البيض. انا خديت 4 البيضات. غادي نزيد عليهم قزبر ومعدنوس باش نسمو داك البيض، وغادي نضيف التوابل. عندنا ابزار، الثومه بودره والبصله بودره والملح. غادي نخلط داك البيض مزيان. باش غادي نزيدو على ديك البطاطا اللي قلينا. غادي نخلطو داك البطاطا مع البيض. غادي ناخد المول، داك المول العجيب غادي ندير ليه ورق الزبده من الوسط باش ما يلصقش لكم هذيك الكغاطان من الوسط، وغادي ندهنو مزيان بالزبده. صافي وغادي نكب هذيك البطاطا مع البيض. هنا في هذه الاثناء انا مشعل الفران كيسخن. صافي البنات وضغطوا على ديك البطاطا باش ملي طيب ما تجيش البطاطا مفرقه، كتجي كغاطا مجموعه. هنا من بعد ما طاب لي ديك الكغاطا غادي ناخذ واحد السكين وغادي ندوزو من الجناب تاع المول. هنا ماشي مشكل البنات الا تفرتت لكم شي حاجه من الجناب، حيت غادي تعاود تدخل الفران وغادي تعاود تجمع. هنا غناخذ واحد الصينيه اللي كتدخل الفران وغادي نقلب فيها هذيك الكغاطان. غادي ندير الفرماج لتحت. البنات حد الفرماج اللي درتو لتحت هو اللي كيثبت لكم هذيك الحشوه ملي كتحطوها. هنا غادي نزيد ديك الحشوه وغادي نعاود نرش داك الفرماج من الفوق. هنا تقدروا البنات ديروا الفرماج غير في الوسط غير فوق الحشوه. هنا انا درت الفرماج حتى في الجناب تاع البطاطا باش تعطيني داك كي تجيك حمراء ومحمره من الجناب، ما كتجيش البيضه. انا ما كتعجبنيش، ما درتش غير الوسط. نتوما تقدروا ديروا غير الوسط تاع البطاطا. غندخلها للفران يتحمر ليا غير شويه داك الفرماج ويذوب. هنا من بعد ما تحمر داك الفرماج وداب نحلوها من الوسط ونشوفوا الشكل النهائي تاعها. صدقوني يا البنات راه كتجي زوينه بزاف ورائعه. تقدروا تحضروها للغدا، راه كتشبع البنات الغدا ولا العشاء. هذا هو الشكل النهائي تاعها كيفاش كتجي. الى اللقاء الى فيديو لاحق ان شاء الله.